بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا دكتورة سوسن ناجي التميمي. في هذا الفيديو أريد أن أنبه لمعلومة مهمة جدا خاصة بمرضى السكر. طبعا السكر لا يحتاج إلى طبيب شاطر بقدر حاجته إلى مريض شاطر. يعني في حالة السكر لازم المريض هو اللي يكون شاطر. الدكتور أوكي، نعم له دور، بس الدور الأساسي والرئيسي هو دور مريض السكر. الطبيب لن يكون معك في قياساتك للسكر، ولن يكون معك كي يعرف نوعية أكلك وكمية أكلك، ولن يعرف إنه اليوم مالك نفس تأكل وبكرة نفسك مفتوحة للأكل. بالتالي الشخص المسؤول عن تحديد بالذات جرعة الإنسولين هو مريض السكر أكثر من طبيب السكر. يعني الآن الطبيب بيقول لك مثلا خذ جرعة كذا في الصباح، وجرعة كذا في الظهر، وجرعة كذا في يعني العشاء. تمام، إذا جرعة صباح والإفطار والغداء والعشاء. المريض ممكن يعني نحن يعني كأطباء عادة نعم نحدد إنه أكثر وحدات ستكون ماذا مع الغداء، لأنه يعني منطقيا في الغداء يعني الغداء هي أكبر وجبة. طيب بعض مرضى السكر تكون الغداء عندهم مثلا في هذا اليوم الغداء ستكون خفيفة، وهو ناوي إنه تكون العشاء هي التي يعني ستكون أكبر وجبة. طيب الدكتور حدد لك جرعة بناء على إنه أكبر وجبة ستكون في الغداء. أنت الآن تأتي وتستخدم نفس الجرعة التي حددها الطبيب، برغم إنه لخبط إنه كمية العشاء سوف تكون أكبر من كمية الغداء، أو إنه ممكن أنت الآن ألغيت الفطور. طيب إيش عرف الدكتور إنك ألغيت الفطور؟ طبعا مريض السكر حتى يحافظ على قراءات سكر منتظمة لازم يتناول 3 وجبات. بين الوجبات كذلك تكون هناك ماذا وجبات خفيفة. لماذا؟ لأنه بعض مرضى السكر يدخل في هبوط سكر، يعني يجعل نفسه يدخل في ماذا هبوط سكر. عندما يدخل في هبوط سكر يشعر بالأعراض، يذهب ويأخذ ماذا يأخذ شيء يعني حلويات. لماذا؟ ليرفع السكر. بعد ذلك ارتفع السكر، الآن هو بحاجة إلى ماذا إنه ينزل السكر، وهكذا يظل المريض متأرجح. ارتفاع سكر، هبوط سكر، ارتفاع سكر، هبوط سكر. بالأخير بعد 3 أشهر يأتي ويتفاجأ من السكر التراكمي. إذا لابد من الانتباه إنه أنا الآن بالذات المرضى الماشيين على إنسولين، المرضى الماشيين على إنسولين لابد إنه هذا المريض يثقف نفسه. لابد إنه المريض يكثر من قياس السكر. لماذا يجب على مريض السكر إنه يكثر من قراءات السكر؟ عندما تكثر من قراءات السكر بيبدأ يكون في عندك خلفية. يعني مثلا إلى درجة إنه بعض مرضى السكر الشطار جدا صار إنه قبل ما يأكل الوجبة عارف كم لازم يأخذ وحدات إنسولين، عارف إنه هذه النوعية من الأكل كم سترفع السكر في الدم إلى هذه الدرجة. لماذا؟ لأنه يكثر بقراءات السكر، بالتالي صار عنده خلفية إنه هذه الوجبة سترفع السكر بمقدار كذا كذا، بالتالي أنا أحتاج كذا كذا. هذه الوجبة والله ما راح ترفع السكر كذا كذا. إذا أنا اليوم برغم إنه الدكتور حكى لي إنه أنا يعني آخذ هذه الجرعة، لا، هذه الجرعة ما تتناسب مع هذا الأكل، لأنه كثر من القراءات. مثله مثل الطالب الذكي، الطالب الذكي الذي يذاكر دائما. هل ممكن يكون نفس الطالب المهمل اللي ما يذاكر؟ مستحيل. فاللي يذاكر يعني مريض السكر اللي يذاكر قراءاته هنا، هذا المريض يبدأ يتعرف عن الأكل، لدرجة إنه ممكن تحكي له إنه هذا الأكل ما يرفع كثير، يحكي لك لا هذا الأكل يرفع. كيف عرفت؟ يقول لك لا، أنا لما أكلت، كل ما آكل شيء جديد، كل ما يعني أجرب شيء أقرأ، يعني أعمل قياس السكر، أقوم بقياس السكر وأعرف هذه الوجبة كم رفعت السكر. إذا هذا الموضوع مهم جدا. كل ما كثرت من القراءات كل ما عرفت تنظم السكر عندك صح، كل ما كانت عندك خلفية
ما هي المأكولات اللي أصلا هي صديقة لمريض السكر، وما هي المأكولات الممنوعة. وحتى لما تفكر إنه تاكل أشياء ممكن ترفع السكر، أنت ببالك إنه اليوم أنا جاي عبالي مثلا إنه آكل شيء كذا هو يرفع السكر، خلال هذا اليوم بتحاول إنه تلغي أشياء كثيرة، لأنه أنت أصلا ناوي تأخذ نوع معين، وهذا النوع ممكن يؤدي إلى رفع السكر. إذا مرض السكر لا يعني حرمان، مرض السكر لن يحرمك من شيء، بالعكس إذا عرفت تتحكم بالقراءات، وعرفت تتعامل مع نوعية أكلك ومع كمية أكلك، ثقفت نفسك. هناك كثير من مثلا الآن الفواكه أنا عملت فيديو سابق كيف ما هي الفواكه الصديقة لمريض السكر. الفواكه ذات الجلايسيميك اندكس، تمام، المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فواكه عديدة جدا، مأكولات كثيرة. ممكن خلاص مع الوقت تبدأ تعرف ما هي حتى الفاكهة ذات نفسها. الموزة مثلا، في ناس يقول لك الآن الموزة عندما تأخذها في البداية أول يوم لا ترفع السكر بزيادة، خلي الموزة ثاني يوم ثالث يوم حتى تصبح حلوة أكثر. ممكن بعدين تعمل قراءة سكر، ستلاحظ أنها سترفع السكر أكثر من لو أكلتها طازجة دون أن تظل اليوم الثاني أو اليوم الثالث. إذا لابد من إكثار بالقراءات، وأنه مريض السكر يثقف نفسه حتى يعني يحافظ على نفسه ولا يدخل بالمضاعفات. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم واستفدتم منه، وفي أمان الله.